انا هدخل على شات جي بي تي واقول له رومت كده، او يعني حاجه انا اللي مخترعها، انسى اي حاجه تعرفها عني وعن اسئلتي وركز معايا. انا عاوز تفصيليا تجاوب على الاسئله اللي جايه عن طريق 5 حاجات. واحد، ايه الحاجه دي اللي انا اساله عليها. تاني حاجه، استخداماتها وفائدتها في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. تالت حاجه، مثال عملي من ارض الواقع وسوق العمل. تالت حاجه، كيس ستادي كامله. 5، زياده واضافات ومعلومات اكتر من عندك. يعني ايه يا باشمهندسين؟ يعني انا بكل بساطه دخلت من اول خالص، دخلت على شات جي بي تي، هو عارف انا بسال ازاي، هو فاهم انا بتكلم وبقول له ايه، عارف مثلا ان انا كحسام بشتغل داتا ساينتست، بشتغل داتا اناليسيس، فبساله في الحاجات دي، وهتلاقيه حتى بيرد عليا في الحته دي دلوقتي. فانا عايز اقول له انسى كل اللي تعرفه عني، وتعالى دلوقتي تفصيليا جاوب لي على ال5 اسئله دول. واحد، ايه الحاجه اللي انا هسالك عليها؟ استخداماتها وفائدتها في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. امثله من ارض الواقع وسوق العمل، وده اهم حاجه. كيس ستادي كامله عشان ابدا افهم الدنيا ماشيه ازاي. وزيادات واضافات ومعلومات اكتر من عندك. لو انت عندك معلومه انا مش عارفها ادهاني. فاهمني؟ قال لك اه فاهمك كويس، يلا ده نظام الاجابه اللي انا همشي بيها. 1 2 3 4 5. ده ومثال الفري عملي. موديل يا باشمهندس؟ ده الفري موديل اه. تمام. مم. وبدا يقول لي والله انت عايز اشتغل لك مثلا في البيفت تيبل للتوضيح فقط. هو عارف ان انا بستخدم داتا اناليسيس، انا شغال في المعهد القومي للاتصالات الان تي اي داتا اناليسيس كورسز. تمام. فعلشان كده هو عارف انا بتكلم في ايه مثلا هناك. فقال لي لا انت عايز كده، ده اللي انت عايزه. قلت له اه تمام. طب تحب ابدا لك بايه؟ باور بي اي، ولا مثلا زي ما انا كنت شغال معاكم نوت انكود، راندوم فورست، كي ان ان، اي ام اي اس، ديب ليرنينج، ان ال بي، كمبيوتر فيجن. قلت له لا، ايه هو الماشين ليرنينج؟ ولو سمحت ركز معايا جدا في الجزئيه اللي جايه دي. قال لي تمام، هنجاوب عليه بالنظام اللي طلبته بالظبط. اول حاجه زي ما احنا كنا قلنا المره اللي فاتت، هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي بيخلي الكمبيوتر يتعلم من البيانات ويقدر يتنبأ وياخد قرارات من غير ما نبرمجه بشكل مباشر. مش زي الآلة الحاسبة كده، اللي هو 1+1=2. لا، مش زي التراديشنال بروجرامينج، لا خالص. ده بيخليك ان انت تديله حاجة يفهمها، يتعلم منها الباترن والنظام بتاعها والسيستم بتاعها، ويقول لك اتفضل يا فندم الإجابة هنا. يعني بدل ما تكتب له كود يقول له اعمل كذا وكذا زي الاله الحاسبه، بتدي له بيانات ويتعلم من النمط بتاعها يا باشمهندس احمد، وبالتبعيه يقدر ان هو يتنبأ بالحاجات اللي انت عايزها بعد كده. يعني ببساطه الماشين ليرنينج بيتعامل على اكتشاف الانماط من البيانات عشان يقدر ياخد قرار لوحده بعد كده. تمام. تاني حاجه دخل بنفس الستايل بتاعي، استخداماتها وفائدتها في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. طبعا في الداتا اناليسيز قال لك والله بستخرج الانماط الغير واضحه من البيانات. تمام. بتنبأ بسلوك المستخدمين والعملاء بتوعي، مين هيسيبني، مين هيمشي، مين هيروح، وهكذا. تصنيف البيانات، تقييم آراء العملاء، مثلا تقييم المنتجات. ممكن اشوف والله الكومنتات بتاعه الكلاسيفيكيشن بتاعها، من كومنتات ايجابيه ومن كومنتات سلبيه. ممكن اعمل تصنيف ليها اكتشاف القيم الشاذه، النومل ديتكشن. وتبسيط البيانات باستخدام الكلاسترنج، وده التجميع بتاع الداتا وهناخده ان شاء الله قدام. في الذكاء الاصطناعي اساس لتعليم الروبوتكس. طبعا هو انت اصلا بتتعلم ماشين ليرنينج عشان نعمل السوفت وير بتاع الروبوت مثلا، او نعمل سوفت وير لابلكيشن، او. طب حلو قوي. طب والراجل التاني، الراجل المحترم اللي اسمه مثلا جوجل ترانسليت، ممكن نعمل له ترجمه، او ممكن نهندله، او. طب حلو قوي. طيب عندك بعد كده ممكن اتعرف على الصور زي اللي بيحصل في فيسبوك، ودي حاجه حقيقيه فعلا. احنا دلوقتي ممكن نعرف من خلال الصور ده راجل ولا ست، ممكن نشوف الامور ماشيه ازاي وهكذا. طيب اللي بعد كده ممكن اعمل توليد للنصوص والعكس، وده حصل فعلا. ممكن احول التكست تو فويس والفويس تو تكست وهكذا، سواء باستخدام الماشين ليرنينج او بعد كده في الان ال بي والفيجن والديب ليرنينج طبعا. امثله، او سوري، انظمه للتوصيات، الريكومنديشن سيستم، اللي بيعمل لك الترشيح مثلا لفيلم معين على نتفليكس، او مسلسل معين شبه مثلا فيلم انت اتفرجت عليه قبل كده، او على اليوتيوب لو انت بتتفرج مثلا على كوره دايما، فتلاقي ان هو بيريكومند لك فيديو، او بيريكومند لك حاجه تخص الكوره. وامازون كذلك لو انت بتشتري مثلا حاجات تتعلق بالتكنولوجي، او حاجات تتعلق بجهاز البنات مثلا، هتلاقي ان هو بيريكومند لك حاجات خاصه بالاجهزه بتاعت البنات او الميك اب او حسب الشغل بتاعك. أمثلة عملية من أرض الواقع وسوق العمل، بستخدم الماشين ليرنينج بشكل فعال في أمازون توصية المنتجات زي ما احنا لسه قايلين، وبستخدم ألجوريزم هناخدها إن شاء الله زي الإكس جي بوستنج. نتفليكس بتنبأ بالأفلام اللي أنت تحب تشوفها، فبيعمل لك والله بريدكشن أو تصنيف للأفلام اللي أنت ممكن تحطها، ويعمل لك في قالب معين كده. أوبر بيستخدم الماشين ليرنينج تسعير السيارات.
ورحلات حسب الطلب والوقت والمكان. البنوك بتعمل تصنيف للعملاء وبتستكشف الاحتيال. تمام، ودي حاجه مهمه جدا. المستشفيات بتتوقع الامراض لا قدر الله زي السرطانات وتحليل الاشعه. دي كلها حاجات ممكن نعمله بالماشين ليرنينج. كيس ستادي، شركه تامين، مثال خالص مختلف عن كل الكلام اللي فوق ده، بس نفس الفكره. عايز يقلل الاحتيال، نفس فكره البنك. فبيشوف والله شركه التامين بتخسر ملايين كل سنه بسبب الاحتيال، وعايزين نظام يكشف الاحتيال ده. فبستخدم الماشين ليرنينج عشان اجمع البيانات، انضفها، اعمل اكسبلوشن للداتا، ابني ماشين ليرنينج موديل، وليكن باستخدام الجوريزم هناخده بالتفصيل المره الجايه. لا مش الجايه، هناخده في التفصيل في الكلاسيفيكيشن، وهو الراندوم فورست كلاسيفاير. هناخد ونقيم الكلام ده باستخدام الكونفيوجن ماتريكس والبرشان سكور والريكول والكلام الجميل ده كله، هناخده ان شاء الله في الكلاسيفيكيشن. وابدا ان انا اشغل الكلام ده واشوف والله يعطيني نسبه احتيال على العميل ده قد ايه. النتيجه ممكن تكون انخفضت بنسبه 37%، فتوفر لك ملايين من الدولارات. وده بيديك اكزامبل ممكن يحصل عند حضرتك في وقت من الاوقات. طب زياده او اضافه من اللي انا قلت له عليها، انواع الماشين ليرنينج: سوبرفايزد، وان سوبرفايزد، ورينفورسمنت ليرنينج، كنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل المره اللي فاتت. ادوات ومكتبات مهمه طبعا: اسكي ليرن، وده اللي انا قلت لك عليها اللي احنا شغالين عليها دلوقتي وهنشتغل بيها طول ال 10 سيشن الجايين. والاكس جي بوستنج، اللايت جي بي ام، والتنسر فلو والكيرس والباي تورش، دول هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل الممل في الديب ليرنينج والكمبيوتر فيجن واحنا ماشيين، وطبعا في ال NLP مع بعض الحاجات التانيه زي الاوبن سي بي وبعض المكاتب التانيه ان شاء الله. البنيه التحتيه: جوبيتر نوت بوك اللي انا اوريدي شغال عليه دلوقتي، او جوجل كولاب، او ممكن نشتغل على فيجوال ستوديو كود، او ممكن نشتغل على اي ابلكيشن او اي انفايرمنت او اي دي اي، براحتك عادي جدا. مفاهيم اساسيه لازم تكون عارفها: الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، كروس فاليديشن، البايز والفاريانس، الفيتشر انجينيرنج، والماتريكس بتاعت حضرتك. الكلام ده كله هنتكلم عنه المرات الجايه والنهارده واحنا ماشيين مع بعض. اخطاء شائعه: نماذج التدريب مثل البيانات الحقيقيه سوري، تدريب نماذج على بيانات قليله جدا او غير متوازنه. وده اللي انا قلت لك عليه من شويه قبل ما ندخل على شات جي بي تي، لما قلت لحضرتك ان انت كل ما تديله بيانات اكتر وتعلمه بشكل اكتر فيديك توقع احسن. استخدام خوارزميات الغلط، مش الغلط فين؟ يعني ممكن تستخدم مثلا خوارزميه زي اللوجيستيك ريجريشن مع بروبلم او مشكله لينير ريجريشن. ايه ده؟ وده ينفع؟ اللوجيستيك اصلا ده كلاسيفيكيشن، واللينير ريجريشن فبالتبعيه هيديك نتيجه سوري في التعبير زي الزفت، نتيجه وحشه جدا سيئه جدا. فبالتبعيه لازم تكون حضرتك قادر ان انت تفرق بين ده وبين ده. عدم تقييم النماذج بشكل كافي، يعني محتاج ان انت تشوف المشكله بتاعتك او البروبلم بتاعتك اللي انت عملت عليها الكود بتاعك كامل، وتعمل له تصنيف بشكل قوي، وتعمل له توقع بشكل قوي. بعد ما تعمل التوقع والتصنيف وتظبط الالجوريزم بتاعتك، تدربه بقى او تشوف اسف الايفالويشن بتاعته. ما يبقاش ان حضرتك بتعمل له اجري اجري اجري، حط حط ار ان ان سوري، حط راندوم فورست، حط اس في ام، حط اس في ار، حط اي الجوريزم وخلاص في الاخر تطلع تجري. لا، ما ينفعش. لازم ان انت تظبط الداتا بتاعتك وتهتم كمان بالفيتشر انجينيرنج، وطبعا كالعاده هناخدها قدام. نصيحه قويه: ابدا بالان سوبرفايز ليرنينج، لينير ريجريشن هناخده النهارده كمان 5 دقائق، وديسيشن تري، وبعدين ان سوبرفايز ليرنينج كي مينز هناخده قدام، وطبعا بالتبعيه ديب ليرنينج وهناخده واحنا ماشيين، وهناخد كمان كمبيوتر فيجن، وهناخد كمان ان ال بي، وهناخد كل حاجه بالتفصيل الممل. طبعا هو عارف ان انا برضو شغال باور بي اي ونيورال نتورك ريجريشن، فقال لك ابدا اجاوب لك على الكلام ده بالطريقه دي. قلت له لا، انا عايزك تقول لي بس ايه هو السوبرفايز ليرنينج. وبدات ان انا اتكمل معاه اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. سوبرفايز ليرنينج ايه هو؟ ركز معايا. هو نوع من انواع التعلم الآلة بيتعلم فيه النماذج من البيانات مصنفة مسبقا او معمول لها ليبل قبل كده. يعني معروف يا باشمهندس ماجد الراجل ده عن طريق البيانات بتاعته هيشتري ولا مش هيشتري. بيانات زي ايه؟ سنه، بيشتغل فين، عنده اولاد ولا ما عندوش، ساكن فين، مرتبه كام، منين. فانا اعرف والله هو هيرضى يجي مثلا اسكندريه ولا مش يجي اسكندريه، هيعيش في القاهره ولا هيعيش في المانيا، وهكذا. هيشتري مني المنتج الفلاني ولا لا. مثلا هيشتري بامبرز ولا لا. طب ما بناء على ايه؟ هو متجوز ولا لا، عنده اطفال ولا ما عندوش. ما تسالنيش اشمعنى بامبرز واجي في دماغي. مشي الدنيا معايا. ماشي. طيب، فلازم اكون عندي انبوت. طيب على الناحيه الثانيه، يعني بتدي له امثله فيها مدخلات والنتيجه الصح، يعني بتدي له الانبوت اللي انا قلت لك عليه، هو بيدي له كمان الاوت بوت بتاعه اللي هو هيشتري ولا مش هيشتري. بعدين بحاول اخليه يتعلم من العلاقه بينهم عشان لما اساله على حاجه جديده يقدر انه يتوقع بشكل صح. مثال بسيط: لو عندك بيانات عن حجم بيت وسعره، تدي له النموذج عشان يتعلم العلاقه ويقدر انه يتوقع السعر البيت جديد تديهوله كفيتشر مختلف. يعني انت ممكن تديله
1000 بيت مثلا يتعلم منهم بياناتهم ومساحتهم وهم بكام، ودي تيجي تساله على 200 300 تانيين ما شافهمش قبل كده، قادر ان هو يديك توقع اقرب الى الصحيح، وطبعا حسب الايفالويشن بتاعته بتكون نسبته كام في المية. في الاستخدامات في الداتا اناليسز: التنبؤ باسعار وايرادات، التصنيف بتاع العملاء حسب احتماليه الشراء، وتحليل اتجاهات السوق. دي طبعا ممكن تستخدمها في البورصه وفي الذهب في العقارات في الاي اي بستخدمه في التعرف على الصور، تصنيف المشاعر او تحليل المشاعر سواء ايجابي ولا سلبي، الكومنتس اللي مكتوبه على اليوتيوب مثلا او مكتوبه عندنا على البيج بتاعت الاكاديميه. والله الناس مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ بيشتموا فينا بيقولوا ناس كويسه، الحمد لله بيقولوا ناس كويسه، خلاص يبقى احنا ايجابي. طب بيشتموا يبقى ناس سلبيين، محدش بيقول كده، الحمد لله. اكتشاف عن الاحتيال اللي هو المعاملات البنكيه طبيعتها وهكذا، تصنيف او التعرف على الصوت والكلام وهكذا بقى. ده كل الكلام اللي احنا ممكن نعمله بالماشين ليرنينج. امثله على ارض الواقع وسوق العمل: حالات فعالة البنوك تتوقع إذا كان العميل بتاعك ده هيدفع الفلوس ولا هيتخلف عن الدفع. ده ازاي؟ بالكلاسيفيكيشن، بناء على بياناته وتصنيفه والانبوت اللي داخل له، ولو البوت اللي انا شفته قبل كده. يعني انا شفت واحد للاسف الشديد بيشتغل في شركه سين وبياخد مرتب مثلا 4000 جنيه ومش عارف ايه، والشركه دي معروف ان هي بتمشي الناس كل سنه، او هو عامل عقد لمده سنه. ما توقعش او في نسبه كبيره ان ممكن السنه الجايه ما يعرفش انه يسدد بقيه القرض. على سبيل المثال انا بدي معاك اي مثال: شركه تامينات تتوقع قيمه المطالبات. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كشركات تامين، ودي حاجه مهمه جدا الناس اللي شغالين في الموضوع ده، هم شركات التامين قايمه اصلا على الناس اللي بتدفع اشتراكات وما تاخدش اي حاجه مقابل الاشتراك ده. يعني انا بامن على المخزن بتاعي، على الشركه بتاعتي، على البضاعه بتاعتي، وبالتبعيه الحمد لله البضاعه ما بيحصلهاش حاجه، فشركه التامين بتاخد فلوس تحطها في جيبها. هم ممكن يعملوا موديل بناء على نسبة المخاطرة بتاعتهم، نسبة المنتجات اللي هم شغالين فيها، الشغل بتاعهم، ممكن الخسارة تكون لحد كام، أو ممكن قيمة الطلبات اللي ممكن تجي لنا تبقى قد إيه. يعني بتوع مثلا العربيات، الحوادث، الكلام ده، بتوع السفن مختلفين، بتوع الشركات مختلفين، المخازن مختلفين، وهكذا. فتلاقي سعر كل واحد من دول مثلا ممكن يكون مختلف، عشان نسبة ان انت ممكن يحصل لك حادثة بالعربية اكبر من ان انت ممكن يحصل لك لا قدر الله ماس كهربائي. ممكن يحصل في اليوم مثلا 10000 حادثه او 5000 حادثه، بس الماس الكهربائي ممكن يحصل في اربع خمس شركات في الشهر، من مليون شركه. يعني مش حاجه ستيبل او حاجه اساسيه، يعني مش حاجه اللي هو سلام عليكم كل يوم بتحصل. نفس الكلام في نتفليكس: تتوقع المحتوى اللي هيعجبك عشان تشترك وتدفع لهم فلوس. المستشفيات بتوقعوا احتماليه اصابتك بمرض معين او مرض مزمن نتيجه برضو التحاليل والشغل بتاعك. في الاتش ار توقع مين اللي ممكن يسيب الشغل. وفي بروبلم كنا اتكلمنا عنها قبل كده وهنتكلم عنها تاني ان شاء الله، وهي الاتش ار اناليتيك بتاعت شركه اي بي ام اللي كانوا منزلينها الخاصه بالعملاء بتاعتهم زي الفل. طب الكيس ستادي: توقع مغادره الموظفين. ده الكيس اللي انا بقول لك عليها، اللي هي بتاع الاتريشن. شركه عايزه تعرف الموظفين اللي عندهم بيمشوا يسيبوهم ليه. يبدا ان هو يشوف الداتا، والله في كذا، بياخدوا مرتب قد ايه، عدد سنين الخبره قد ايه، وليكن مثلا عندك بيقبضوا كام، المسافه بينهم وبين الشغل قد ايه، المدير بتاعهم بقاله كام سنه، الشغل مناسب ولا مش مناسب، في اكسترا تايم بياخدوه ولا لا، بياخدوا فلوس على الاكسترا ده ولا لا، اللي هو الشغل الزياده وهكذا، وهل ساب الشغل ده ما سابوش. فلما اساله اسئله على موظف جديد بعمل معاه نفس الحاله، فهو هيتوقع لي برضه هيسيبني ولا مش هيسيبني. ممكن استخدم الجوريزم زي ايه؟ اي الجوريزم بتوع الكلاسيفيكيشن اللي احنا هناخدهم واحنا ماشيين: اللوجيستيك ريجريشن، الراندوم فورست، الجريديان بوستنج وهكذا، واعمل له ايفالويشن واشوف الشغل بتاعي واشوف والله النموذج هيتنبأ بدقه كام. لو 70 80% 90% ده زي الفل، 100 فل و10. معلومات زياده: ابدا شوف ريجريشن زي اللي احنا هناخده النهارده والمره الجايه، لينير ريجريشن واخواته، والريدج ريجريشن واللاسو وهكذا، كلاسيفيكيشن، لوجيستيك، اس في ام، كي ان ان، ديسيشن تري وهكذا. الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن يا باشمهندس احمد: ان الكلاسيفيكيشن هيتوقع لك هيشتري ولا مش هيشتري، هيصاب بمرض ولا مش هيصاب بمرض، ده كلب ولا قطه، هيسيب الشركه ولا هيقعد، كويس ولا وحش، مصاب ولا مش مصاب، التعليق ايجابي ولا تعليق سلبي. طب الريجريشن هيتوقع لك رقم كونتينوس او مستمر. سعر البيت 5000 جنيه، بقبض ممكن تقبض 100000، هيدخل لي شهر 10000 جنيه مبيعات، هيدخل لي 200000 جنيه مكسب، هروح يمين هروح شمال، اي حاجه فيها بريدكشن. الطقس بكره يبقى كام، هيجي لي كام عامل، كام عمليه ممكن تحصل لي وهكذا. التقييم طبعا الايفالويشن ريجريشن، في ايفالويشن في الريجريشن، ايفالويشن في الكلاسيفيكيشن، وايفالويشن في كل حاجه هناخدها وهنتكلم عنها واحنا ماشيين ان شاء الله.
طبعا ده كنا اتكلمنا عنه، ادوات قويه زي السكيلرن والاكس جي بوستنج والتنسفر والكيروس وهكذا. والاخطاء الشائعه اللي هو عدم الموازنه في البيانات، اللي هو الامبالانس بتاع الداتا، والاكيورسي بتاعتك بتكون مش متظبطه مع بقيه المقاييس اللي هو الميجرز اللي احنا هناخدها بعد كده. وادخال بيانات برضو متحيزه اللي هي زي كنا اتكلمنا عنها من شويه واحنا بنتكلم عن الاستاتيفاي والراندوم ستيت. وده طبعا مثال برضو من سوق العمل وزي ما الفيتشر انجينيرنج. وطبعا حاجه زي الراندمايز سيرش الجوريزم والجريد سيرش الجوريزم مهمين جدا 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 لتحسين الاداء، وكذلك الكروس فاليديشن. وطبعا هناخدهم قدام واحنا ماشيين، لان دول يعتبروا لو ما خدتهمش وانت بتاخد ماشين ليرنينج كانك ما خدتش ماشين ليرنينج اصلا. هم دول الماشين ليرنينج. قال لي بقى تحب تكمل كذا كذا كذا، قلت له خش لي على الريجريشن الاول، وطبعا عشان هنتكلم فيه ولكن نشرح الاول بقيه الكورس ثم انا خلصت. بس انا عايز بس 3 دقايق كمان ركز معايا فيهم معلش. ايه هو الريجريشن؟ قال لك هو خوارزميات من سوبرفايز ليرنينج، الهدف منها توقع قيمه رقميه مستمره continuous value بناء على مدخلات معينه. مثال بسيط، لو عندك مجموعة بيانات زي مساحه البيت او غرفه او كده، هيديك توقع سعر البيت، ممكن يديك مثلا توقع المبيعات الجايه، ممكن يديك توقع درجه الحراره، ممكن يديك سعر سهم بورصه معين، ممكن يديك توقع حاجه معينه. ده كداتا اناليسيز. ممكن يديك توقع الارباح المستقبليه، توقع عدد العملاء المبيعات اللي انت ممكن تبيعها في الشهر، توقع الوقت المطلوب لانهاء المشروع بتاعك، توقع النتيجه اللي انت ممكن تجيبها بناء على الداتا اللي عندك. في الذكاء الاصطناعي بقى، الكلمه اللي انت حضرتك قلتها يا باشمهندس ماجد المره اللي فاتت، ممكن استخدمها في الفوركاستنج لو انت مظبط تايم سيريس. ممكن استخدمها في التنبؤ بدرجات الطلاب او المرضى، في الكلفه الطبيه او التامين للمرضى اللي هو بتاع التامين الصحي او التامين الاجتماعي او تامين اللي على العربيات والسيارات. توقع سعر الاسهم في سوق المال. طبعا دي بتبقى محتاجه موديل اضخم شويه. شغال معاك في البنوك، في الصحه، في التسويق، حاجه زي اوبر، حاجه زي الاسهم. كيس ستادي، شركه عقارات عايزه تتوقع سعر شقه جديده وانا على الخصائص بتاعتها، هبدا اشوف بقى كده دي مالتي لينير ريجريشن. عندي المساحه، عدد الغرف، الدور الكام، الموقع، وسعرها اللي هو الايه المخرجات اللي هو بين قوسين ايه الواي التارجت. هبدا اشوف، هو شوف ده الترتيب بتاعنا يا باشمهندس عثمان، هو من نفسه قال لك النموذج هشوف انا عايز استخدم ايه. طبعا ريجريشن فاستخدم اي حاجه من الحاجات دي، ولكن لازم اعمل معالجه، احول بيانات النصيه، هظبط نورماليزيشن او ستاندرايزيشن، هعمل سكيلينج، هدرب الموديل، هقيمه. ده اللي هناخده المره الجايه، المين ابسولوت ايرور، الروت مين سكوير ايرور، او الار تربيه. النتيجه بتاعتي النموذج بيقدر يتوقع السعر بدقه، مثلا ان هو جايب 100000 جنيه. خوارزميات زياده اللي احنا خدناه لينير ريجريشن، بيعمل علاقه خطيه بين اثنين فاريبل اكس وواي او مالتي فاريبل. ريدج ريجريشن والليست هناخدهم المره الجايه. البولينوميال المره الجايه. ديسيشن تري، راندوم فورست والجريدينت ديسنت هناخدهم بعدين. ودي الالجوريزم هناخدها المره الجايه اللي هو المقاييس الايفالويشن ماتريكس. الاخطاء الشائعه اللي اعتمد عليها الريجريشن في المشاكل الغير خطيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان انا عندي مشاكل مش خطيه؟ اه طبعا، احنا خدنا اللينير بس النهارده. المره الجايه واللي بعدها واللي بعدها في الكلاسيفيكيشن بالتحديد هناخد نوت لينير كتير جدا، موضوع كبير خالص مختلف تماما، الجوريزم ثانيه خالص. تعامل تاثر بالكامل شاذه عشان ما عملناش داتا بري بروسيسنج كويس، ما قسمناش البيانات بشكل ممتاز، وهكذا. محتاج تبقى عارف الكلام ده. ايه هو الكلاسيفيكيشن؟ بدات اتكلم معاك كلاسيفيكيشن يعني ايه، وبدا يقول لي كلاسيفيكيشن ده هنتكلم فيه بعدين. كذلك الكلاسترنج، كل الكلام ده هنتكلم فيه بعدين. يهمني بس ننزل تحت دقيقه واحده. قلت له داتا بري بروسيسنج اللي احنا اتكلمنا عنها، قال لي ايه هي؟ تنظيف البيانات يا باشمهندس احمد، تحويلها يا باشمهندس ماجد، تظبيطها يا باشمهندسه رشا، تقليل الابعاد يعني هناخدها اللي هي البي سي اي، تعامل البيانات المفقوده، تحويل الصيغ، التعامل مع الكاتيجوريكال والانكودر والليبل انكودر، وهكذا. خلص ده اداني كيس ستادي وظبط لي كل حاجه. نزلنا تحت وقلت له السؤال الاهم بالنسبه لي، طبعا ده الكود يا باشمهندس احمد اللي انت هتعمله في الشركه بتاعتك. اداني السؤال الاهم بالنسبه لي، اسمع بقى الجمله الجايه دي معلش، السؤال الاهم بالنسبه لي والحاجه الاهم بالنسبه لي. اديني الاول 15 مشروع تطبيق عملي من سوق العمل في ريجريشن كلاسيفيكيشن وكلاسترنج ثم نرجع نكمل. قال لي هديك 5 و5 و5. ركز بس معايا كده، وده يهمني انك تعرفه حتى لو ما شرحناش كلاسيفيكيشن لسه. اولا، عندي 5 مشاريع تطبيق على الريجريشن. ايه هم؟ توقع اسعار العقارات، الهاوس برايس بريدكشن مع البيانات مساحه. طبعا في بيانات يبقى انا عندي مشروع، ما فيش بيانات يبقى ما عنديش مشروع. الهدف التوقع السعر النهائي. سوق العمل بستخدم شركات العقارات، بيستخدموا شركات العقارات والتمويل العقاري وتقييم الاصول زي كذا وكذا مثلا.
توقع المبيعات المستقبليه، السيلز فوركاستنج، ودي مهمه جدا الناس اللي بتعمل مع مبيعات سيلز وملابس وعقارات ومنتجات وهكذا، في المخازن طبعا، والبلاننج بتاع التخطيط والماركتنج وكل الكلام ده. توقع الدخل السنوي للموظفين بناء على الخبره، اللي هي زي ما احنا قلنا من شويه الاكسبيرينس، التعليم بتاعه، المهارات، القطاع اللي بيشتغل فيه. ما هو الميديكال مش زي الاتش ار، مش زي الاناليسيز، مش زي الماشين ليرنينج، مش زي الداتا اناليسيز، مش زي الداتا ساينس وهكذا. بناء نماذج اتوقع الرواتب، ودي احنا عملنا حاجه شبهها على سيمبل كده. ممكن نستخدم منصات زي وظف، زي لينكد ان وهكذا. توقع استهلاك الكهرباء، ودي الدوله بدات تعملها مؤخرا، وعلى كذا كذا. توقع تكلفه التامين الطبي، وهكذا برضو. مشاريع الكلاسيفيكيشن، تحليل مغادره الموظفين، وهكذا. اكتشاف الاحتيال المالي، ودي مهمه جدا 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 وجميله جدا، بتستخدم في حاجات كتيره. تصنيف الرسائل، سبام ولا نوت سبام. تشخيص المرضى. توقع نجاح الحمله الاعلانيه، الكامبين سكسسفول بريدكشن، مهمه جدا برضو، حلوه الناس بتستخدمها. دي برضو مهمه في الكلاسترنج، لسه ما خدناهوش طبعا، هو الكلاسيفيكيشن. الكاستمر سيجمنتيشن، حسب تقسيم العملاء لمجموعات مختلفه حسب السلوك بتاعهم، اللي هو بيدفعوا كام، يعني بيصرفوا قد ايه. مش كل الناس تقدر تاخد كورس مثلا ب 100,000 جنيه. ناس ممكن تاخد كورس ب 2000، ممكن تاخد كورس ب3، كورس ب4. طبعا شيل كلمه كورس دي، حط منتج عشان هي جت في دماغي كورس بس. تحليل سلوك العملاء اللي بيخشوا على المواقع الالكترونيه. فانت لما بتخش على موقع معين، بتضغط على كام فيديو، تضغط على كام، بتسمع كام، مثلا مقاله، بتقرا كام مقاله، بتشوف مثلا كام دقيقه من بودكاست وهكذا. تحليل المنتجات وتجميعها. الكشف عن النشاطات الشاذه في الشبكات. تحليل او تصنيف الوثائق بدون تسميات، وهكذا. ودي حاجات برضه تخش بعد كده في ادفانسد توبكس. قال لي اكمل ولا قلت له عايز كمان 15؟ بدا يديني امثله ثانيه، زي مثلا توقع وقت توصيل العملاء، توقع درجات طلاب، توقع سعر تذكرة الطيران في وقت معين من السنة. طبعا عارفين مثلا بناء على البيانات اللي عندنا إن في العيد مثلا تذكرة السفر من السعودية لمصر بتكون غالية، في آخر السنة بتكون غالية عشان الموظفين بياخدوا إجازة وهكذا. توقع قيمة سيارة معينة مستعملة. توقع عدد الزيارات لموقع معين، دي حاجة مهمة جدا. الناس اللي بتشتغل في الويب مثلا بيتوقعوا عدد الزيارات عشان يعملوا باقات معينة. كلاسيفيكيشن، توقع قبول القرض، دي حاجه مهمه جدا. اللون بتاعك، القرض ممكن يتقبل ولا ايه، بناء على درجه الاهتمام بتاعتك، انت موثوقيتك عند البنك قد ايه، خدت قبل كده قروض واديتها لهم ولا لا، وهكذا. تصنيف مراجعات العملاء، انا في الكورس بتاعنا 5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم. ده السنتمنت اناليسيس، ده بقى ليله كبيره قوي 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 في الان ال بي، حياه. بص يعني ابلكيشن يا باشمهندس احمد بيجيب فلوس كده من الهوا، وبيتعمل عليه ريسيرش بيبر وابحاث جباره. يعني بص داخل في كل حاجه حرفيا. هناخده في الان ال بي ان شاء الله. والهاند رايت ديجيتال هناخده في الديب ليرنينج. ده هناخده مثلا في الديب ليرنينج، الميديكال ايمج كلاسيفيكيشن، وفي الكمبيوتر فيجن كشف سرقه الهويه برضه في الكمبيوتر فيجن والان ال بي، والحاجات اللي ادفانسد شويه. وكملنا بقى ولله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقلت له هنرجع للكمبيوتر فيجن او سيل ريجريشن. بدا بقى يقول لي في عندك لينير، مالتي، بولينوميال. الكلام ده هناخده كله المره الجايه اللي ما خدناهوش، وهكذا. وتعديل الأسباب والموت واحدا. أخيرا، فائدته في المجال العلمي، بيساعدك في شرح العلاقات بالمتغيرات، بيساعدك في زيادة الحجم والمبيعات، بيساعدك في المبيعات وبتأثر بالموسم ولا لأ، مين أهم عامل مؤثر، وهكذا. بيستخدم في النماذج الأساسية، في الريكومنديشن سيستم، في التايم سيريس فوركاستنج، من الأنظمة التسعيرية و وتعداد الأسباب والموت واحدا. أنا كده خلصت كلامي، لو حد عنده أي سؤال يسأل.